بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كولر الكهرباء سبب حزن كبير جدا لجمهور النادي الأهلي. كولر بعناده وكهرباء باستهتاره. الفرقة النهارده وجمهور الأهلي تحمل خطأ كولر في قراره في تغيير وسام ابو علي ونزول كهرباء، والاهلي وجمهوره تحمل خطأ تاني بين ان كهرباء يسدد في ركلات الترجيح، وتحملت كهرباء المستهتر في الفرصه اللي جات له وفي تسديد وفي طريقه تسديده لضربات الجزاء. الناس اللي طالعه هتتكلم الاهلي لعب وما نهدش، يعني كمان المفروض ان الاهلي ما يأديش، يعني كان المفروض الاهلي كمان ما يأديش قصاد باتشوكا. طب ما لما الاهلي ما يأديش قصاد باتشوكا، امال ايه الفرحه يعني بمكسب مباراه العين؟ يعني على ايه طالما هتروح مش عايز تأدي قصاد باتشوكا؟ طب امال هتعمل ايه في كاس العالم الكبير؟ هتعمل ايه قصاد ميسي؟ هتعمل ايه قصاد الفريق البرتغالي؟ هتعمل ايه قصاد الفريق البرازيلي؟ ما هي دي المستويات. شفت يا كابتن ميدو اللي بتقول ان مجموعه النادي الاهلي سهله وان الاهلي يضمن يوصل؟ دي المستويات، دي الفرق، دي العقليه، دول المدربين، ده التخطيط، دي طريقه اداره المباراه. عرفت ان مفيش حاجه اسمها فرقه سهله، مفيش فرقه بطل قاره يبقى فريق سهل. يا ريت يا كابتن ميدو تكون مقتنع ان البطوله الكبيره كلهم فرق اقوياء، وان الاهلي لو عاش على المجد وانه فريق قوي بالاسم هيبقى دي النتيجه. الاهلي ايه اللي عمله؟ يعني ايه الفرصه اللي ضاعت تقريبا كده شكل قوي؟ يمكن تسديد الطاهر في الشوط الاول، ويمكن فرصه كهرباء. غير كده احنا ما بنلعبش ضربه ركنيه تشكل خطوره. يا ريت الاهلي وكولر ومجلس الاداره يتعلم من الارسنال اللي بيحرز كميه اهداف في الدوري الانجليزي من الضربات الركنيه. احنا ما بنمثلش خطوره، احنا ما بنعملش حتى خطوره. يا ريت اداره النادي الاهلي تعيد حساباتها وتبص النهارده في الانتقالات الصيفيه اللي فاتت دي. الاهلي جاب مين؟ يوسف ايمن، يحيى عطيه الله، اشرف داري. طيب ضافوا. طيب انت مشيت احمد عبد القادر راح قطر، بيضيف. مشيت ديانج، بيضيف. تبقى انت اللي خسران. عند كولر مش عايز ديانج، مش عايز احمد عبد القادر. طبعا كلنا اتاكدنا النهارده خلاص انه كولر مش عايز يرضى سليم. طيب انت بتنزل بيرسي تاو على امل ان بيرسي تاو يديك. طيب قولوا لي كده، بيرسي تاو يزعل قد ايه والاهلي بيخسر وهو كده كده في يناير لو جاله عقد كويس هيمشي؟ ده بالعكس، لو في تدخل هو مش عايز يتصاب لانه كده كده عايز يمشي. في حاجه الاهلي عملها، في كوره في نص الملعب احنا بنقطع بس. عندك لعيب بيعرف ينقل الملعب من جنب لجنب. ده يمكن امام بان شويه لما لعب جناح. طب هو موجود ولا اي حاجه؟ هو موجود في خط النص ولا اي حاجه؟ يمكن قفشه عشان الناس بتحبه فبتتحمل وبتحس انه بيعمل كل حاجه، لكن لا، مطلوب من قفشه كتير.
قفشه كل كوره مشتركه هتتاخد. باتشوكا فريق قوي بدنيا، ولو الماتش ده اتلعب تاني بكره الاهلي صعب انه يجيب هدف. عندنا 2 مدافعين عارفين اخطائهم وحافظينها وعارفينها، وعارفين ان هم بطاء، وعارفين ان المهاجم بيقطع قبلهم وبيلعب كل حاجه، لكن كان بيلعبوا مجهود وبروح لعبوا. لكن لو بيلعبوا قصاد ريال مدريد لا، على الله حكايتنا في الدفاع، على الله. احنا بنحاول ننقل الكوره في نص الملعب بتاعنا، وغلطه واحده بس كان الاهلي ممكن يشيل هدف و2. عشان ما نضحكش على بعض، عشان كده الاستحواذ اللي في الاخر المباراه باتشوكا اكتر. الاهلي لعبته فكرت في نفسها، ما فكرتش في الفريق. كهربا فكر في نفسه، واي لاعب بيفكر في نفسه ان يجيب اللقطه كورته هتضيع. شيكابالا فكر في اللقطه الاهلي كسب. كهربا فكر في اللقطه باتشوكا كسب. الكوره ما فيهاش لقطه، الكوره فيها عرق. ولو الشناوي الكلام صح انه انفعل مع الجمهور وقال لهم بعد نهايه المباراه، الجمهور اللي كان موجود في الملعب، انا كمان ماشي، امشي يا شناوي. مش عشان انت حارس حلو ولا وحش انا بقول لك امشي، لا امشي. انت مش كاسر عين الاهلي ولا الاهلاويه انك تجدد بفلوس قليله ولا فلوس كتيره. عايز تقعد اهلا وسهلا، عايز تمشي امشي. كولر عايز تمشي امشي. مجلس الاداره انت عاجبك مستوى اللعيبه دي؟ هم دول مستوى اللعيبه اللي انت عايزه؟ هو ده مستوى اللعيبه اللي انت راح تنافس بيه؟ مستوى اللعيبه ده ينفع كاس الربط، كاس مصر، الدوري المصري، حتى دوري ابطال افريقيا. طيب قدام شويه بالمستويات الاكبر هيبقى ده شكلنا، هيبقى ده شكلنا. ما عندناش شكل هجومي، ما عندناش جناح قوي يبقى مهاري يعدي وينزل ويسيب مساحه ويبقى الباك يطلع من وراه ويلاقي المساحه يرفع. ما عندناش. احنا بقينا عاجبنا وسام ابو علي دلوقتي عشان بيضغط على الاثنين مدافعين ما بيخليهمش يطلعوا بالكوره. الناس ما بقاش عاجبها وسام ابو علي من الاهداف اللي بيجيبها ولا الفرص اللي بيضيعها. الناس بقى عاجبها وسام ابو علي في الجزء الدفاعي. يا نهار ابيض، انت بقى عاجبك وسام ابو علي كاهلاوي عشان بيضغط؟ ده احنا ما خدناش حتى فاول وسام ابو علي يخش شوطه. ده تقريبا يحيى عطية الله ما راحش غير مره او مرتين. الاهلي على الله حكايته، الاهلي عنده مشكله كبيره، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. يلحق يصلح يلحق. والمهم ان الاهلي ولاعيبته يعرفوا ان الناس اللي بتتكلم عن حب للفرقه، الفرقه اللي كانت من نص فرصه تحرز البطوله. مش يجي لك فرصه واثنين داخل المباراه وفي ركلات الترجيح والبطوله تضيع منك. الجمهور الاهلي ليه الحق ينفعل على السوشيال ميديا ويقول كل اللي هو عايزه، وعلى لعيبه الاهلي ومجلس الاداره وكولر يتحمل. وانت كنت كويس كنت وحش لازم تتحمل. هارد لك، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله.